وتستمر استراتيجية الالتجاء للأعداء والتباكي من طرف سليمان الريسوني لمحاولة لفت النظر واستمالة الأعداء قبل المغاربة. سليمان الريسوني الذي يتبجح بمفردات الحريات الفردية والجماعية، رغم أنه هو من هتك عرض مغربي، رجل قدم له كل الأدلة والحجج على بجاحة جريمة اغتصابه بعد استدراجه له بداعي تصوير وثائقي حول حقوق المثليين بالمغرب. فلا ضير بالنسبة لسليمان الريسوني في اغتصاب شاب مثلي، لأن حلمه حسب تفكير وسيكولوجية الريسوني أن حلمه في الحياة أن يتم استغلاله جنسيا، كما سبق أن عبر عنه قبل ارتكابه لجريمته الشنعاء. فبدل أن يفند سليمان ما تم تقديمه من أدلة وقرائن، أو أن يترك جرح ضحيته يدمل، فها هو سليمان الريسوني يختار مرة أخرى نفس الصحيفة الإسبانية اندبندنتي وكاتبها فرانشيسكو كاريون المعروف بزياراته لمخيمات البوليزاريو وقربه لمخابرات المرادية، ونهجه خطا معاديا للمملكة المغربية بتحريض جزائري لتمرير مغالطات أخرى، يدعي تعرضه للتشهير وللتهجم، رغم أنه برر لجوءه لهذا الكاتب من قبل لعدم معرفته المسبقة بأجنداته. هل لا زلت لا تعلم أجنداته؟ كيفاش توصل لهذاك؟ صحيح ما كنعرفوش، ما كنعرفش ان انا خارج من الحبس، ما كانش انا انديبندنتي عندها موقف. اتصل بي صحفي اسباني قال لي انا سميتي فرانسيسكو كاريون، صحفي الانديبندنتي الاسبانيه، بغيت ندير بحث. قلت له انا في عطله غادي ندخل للدار البيضاء بعد ايام نتواصل. قال لي اوكي سلام سلام. دخلت للدار البيضاء، قلت له انا دخلت للعطله. قال لي اوكي انا ناوي على الحوار. يا سليمان، من بيته من زجاج لا يقذف الناس بالحجارة، أتريد أن تمنع حتى المدونين عن التعبير عن آرائهم من جرائم اقترفتها؟ أولم تكن أنت من تكتب مقالات تتحدث فيها عن جرائم جنسية لشخصيات عمومية وعن ما يعانيه ضحاياهم؟ أولم تكن أنت من تقوم بنشر مقالاتك في عدة مجموعات فيسبوكية لنشر محتواك؟ هل هو حلال عليكم وحرام على أي مدون يتطرق لموضوع جريمة اغتصاب تعرض لها شاب مغربي؟ أوليس أنت من تهاجم في تدويناتك وتشهر بمدونات وجرائد مغربية ليس إلا لأنها تطرقت لجرائم اتخذ فيها القضاء المغربي حكما نهائيا؟ هل تريد أن تحجز حق الناس في التكلم وتتركه للمدافعين عنك فقط؟ هل تؤمن بحرية التعبير فقط حينما تكون في صالحك؟ سليمان يحاول بشطحاته لفت الانتباه وجر الأعداء لها في محاولة لابتزاز الدولة والمغاربة، ولكن سنقولها لك: المغاربة لا يكرهون شيئا أكثر من النفاق ومحاباة الأعداء ضدا في وطنهم الأم. الريسوني لا يهمه شيء سوى نفسه. نرجسية سليمان تجاوزت الحدود، فهو صار يظن أن الصحافة بدأت وانتهت معها، بل إن بدونه لا يوجد مغرب. وها هو يحاول ممارسة الابتزاز ظنا منه أنه قادر على إخافة الدولة.